يشاركني الاستاذ فهد الروقي. اهلا وسهلا فيك استاذ فهد. ايوه يشاركني الاستاذ. اذا كان استاذ فهد ممكن تقصر على صوت التلفزيون تفضل. اذا كنت تسمعني استاذ فهد. مساء الخير. اهلا مساء النور، تفضل استاذ فهد. حياك الله يا ابوي. تفضل استاذ فهد، يعني في حديث كبير عن الديربي يعني. انا سم. اول شيء انا امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام ظهير الطاير محمد عبد الجواد والمدرب الوطني الاستاذ جاسم الحربي والاخ خالد الشعبان. بادئ ذي بدء فيما يخص الايمان بفكر المؤامره. الاستاذ خالد حط سيناريو من بنات افكاره على استقاله الامير عبد الرحمن سعد، ولا اعلم يعني هل هذا النسق النصراوي الثقافي يؤمن بهذا الفكر في كل الاصعده ومختلف شرائح البيت النصراوي يؤمنون في هذه الامور. يعني مساله انه مساله عاديه جدا، يعني رئيس نادي يتحمل اخفاق المشاركه تعتبر هي الاهم بالنسبه للفريق، لم يجد عذر امام جماهير ناديه سواء الاستقاله انه لم يترك شيء ما فعله من اجل الفريق، خذله اللاعبون في مباراه حسم. قضيه انه يعني من الصعوبه انه تترك الامور يعني يعني تمر بدون رده فعل قاسيه، فما لا يملك الا ان يستقيل، وكما يحدث في كثير من الدول العالميه، الدول المتطوره في السياق المدني، عندما يخفق مسؤول حتى لو كان الاخفاق من فريق العمل اللي هو يديره يقدم استقالته. لكن للاسف احنا ما زلنا ندور في فلك الفكر، يعني الايمان بفكر. طيب واضحه نقطتك انه في بعض الاشخاص يرون انها فكر مؤامره، وسأعطي الاستاذ خالد للحديث في هذا الجانب. يعني سؤالي لك في جانب اخر عن الاحتفاليه النصراويه وكمتابع رياضي، هل ترى انها يعني في من أحقية طبعا هي النادي النصر أن يقيمها متى ما شاء، ولكن يعني في الجانب الهلالي يرون بأنها إسقاط لخروج الهلال من البطولة الآسيوية، أنت رأيك في هذا الجانب؟ وهل هي يعني في ظل الحديث عن التكاليف المادية التي يمر فيها النادي النصر والأزمة المالية هل هي منطقية؟ والله شوف، مسألة الاحتفال فمن حقهم. أنا كنت يعني أعتب عليهم أنه المفروض كان كل سنة يحتفلون بمرور سنة. على ماذا؟ يعني الأفضل لترسيخ مفهوم اللقب العالمي كان المفروض في كل يوم تاريخ يصادف يوم مشاركتهم في بطولة أندية العالم يحتفلون بهذا اليوم سنويا حتى يتكرس هذا اللقب العالمي، وما دام انهم يفتخرون به. لكن انا اتمنى. طيب يعني افهم من ردك انه ردك هذا كاريكاتيري يا استاذ فهد يعني؟ ولا منطقي؟ الاحتفال، هل الاحتفال حق مشروع ولا لا؟ الاجمل ما دام انه حق مشروع وامر ايجابي انك تحتفل فيه في اكثر من مناسبه، يعني مش كل 10 سنوات. ربما جيل ما يعيش هذا الاحتفال، فاتركه سنويا حتى كل الاجيال طيب تشارك فيه. يعني فهد واضحه نقطتك. لنشرك فهد خالد الشعلان حتى يسمع هذه النقطه ويرد عليها، ومن ثم يجيب ايضا على اسئله سعود السلامي. خالد تفضل. رجاء هو ضيف موجود. بالنسبه للصحفي حتى هو لم يتكلم. طيب فهد ممكن لو تسمعني بس دقيقه، تفضل خالد. بالنسبه للصحفي فهد الروقي، أول شيء أحييه طالما أنه حياني يعني وأنا استغرب تحيته. بالنسبة ما طرحه حيال فكر المؤامرة وأراد أنه إسقاطها على نادي النصر، وأنه نادي النصر إدارة ومنسوبين وجماهير وإعلام مؤمنين بفكر المؤامرة، إذا كان هو يريد هذا الشأن ويطرحه مرارا وتكرارا عبر زاويته وعبر مداخلاته، فإذا أنا من حقي أيضا أقول بأن البيت الهلالي اعتاد على المؤامرات، وبالتالي الطرف الآخر لابد أنه يحذر من هذه المؤامرات. هذا على اعتباطا، يعني أنا أقول الرد هذا. أيضا هو جاب دليل ثاني وحجة أخرى عندما تحدث عن تكريم مشاركة نادي النصر وطرح فكر المؤامرة، نفس الفعل الذي ينهى عنه طرحه بعد ثواني، طرحه الأستاذ فهد الروقي. معناته أنه أشغل نفسه بمداخلة لا يعني كان يريد فقط أنه يرد على خالد الشعلان. هذا مناه. طيب وأنا أعرف الأستاذ فهد الروقي وماذا يطمح إليه. طيب خالد، بالنسبة لهيئة الصحفيين تفضل. بالنسبة لهيئة الصحفيين أنا أعتقد أنه من أولى في لائحتها، أنا سبق قرأت لائحتها، من أولى المواد التي فيها
هي في مادة أنا ما أذكر صياغتها بالضبط، ولكنها الوقوف عند التجاوزات اللفظية والفعلية تجاه الصحفيين أو الإعلاميين، وبالتالي أنه التصرف الذي قام به ويلي يستحق تدخل هيئة الصحفيين فرادى أو جماعات حيال أي شكوى. بالنسبة لنادي الهلال عندما حدثت في داخل أروقة هذه الحادثة، أنا أستغرب على إدارة نادي الهلال من سمو رئيس نادي الهلال ونائبه أنه يجتمع بجميع الصحفيين اللي كانوا موجودين ويقدم الاعتذار. أنا أستغرب. هي فكرة أيضا أرجع وأقول هي الفكرة التي يريد أن ينهانا عنها الأستاذ فهد الروقي وهم الذين أولدوها، أنه يريد أن الإعلاميين لا يكتبون عنها. طيب. ولله الحمد إنها ظهرت الحقيقة وتداولتها الإعلام وليس فقط مواقع الإنترنت. خالد يعني لو نتوقف قليلا وأترك المجال لفهد الروقي قبل أن ننهي هذا الاتصال. فهد تفضل يعني على وجهك. أرجو أنه كما حدث معي على وجهك تكلم حتى انتهى، أنا لم أقاطع. أولا لن أتمنى في يوم من الأيام أن أرد على سارق مقالات أيا كان، فما أكتبه هو أنا أكتبه بناء على بنات أفكاري، ولم أسرق مقالات على لأحد، ولم أتمنى أن يكون غاية طموحي أن أرد على سراق المقالات، ولله الحمد. هذا أمر. الأمر من تقصد لحظة، من تقصد يا أستاذ فهد؟ أخوي عبد العزيز، الساحة الرياضية السعودية تعرف كاملة. هذا دليل والله أنا في الساحة الرياضية ولا أعرف يعني. الآن. أنت تعرف هذا دليل مناه الآن. خالد الشعلان طرد من جريدة الرياضي بناء على سرقة مقال فضحته جريدة الاقتصادية السعودية، والحادثة مشهورة ومعروفة ولا يحتاج أن نعيدها، ولو كنت معك ضيف كان جبت لك الأوراق. طيب عموما وجهة نظرك يعني واضحة أستاذ فهد، أنا شاكر لك جزيل الشكر يعني، وتعد ما طرحته من طرح هو خاص فيك، ونحترم جميع الأطروحات الموجودة.